بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع جديد من موضوعاتنا في الريفت الانشائي. النهارده ان شاء الله هنفصل شوية عن الموضوع الخاص بالتولز في الريفت، وهنتكلم كده عن او هنحاول نوضح مفهوم الفاميلي بداخل الريفت. هنفهم يعني ايه فاميلي، نفهم انواع الفاميليز، نفهم ايه هي اهم النقط اللي لازم نعملها واحنا بنكرييت اي فاميلي ايا كانت ايه هي، علشان نشتغل في موضوعاتنا اللي جاية واحنا فاهمين كل حاجة ان شاء الله. مبدئيا احنا كنا اتكلمنا عن الفاميليز وانواعها في فيديو في بلاي ليست تانية غير البلاي ليست اللي حضرتك بتتابعها دلوقتي، وهي بلاي ليست خاصة بجنرال تيبس للريفت الانشائي، برضو مهمة وانصحك تشاهدها. النهاردة هنكرر بعض الكلام وهنضيف عليه بعض المعلومات المهمة جدا، وهنوضح بشكل ربما يكون مفصل اكتر ان شاء الله ايه هو الفاميلي في الريفت. مبدئيا اقدر اقول ان الفاميلي في الريفت هو شيء اقرب ما يكون للبلوك في الاوتوكاد، مع طبعا الفرق الشاسع. في البلوك في الاوتوكاد حضرتك لازم تعمل له الاول اكسبلود ثم او تعمل له ستريتش او بعد كده ترجعه بلوك تاني. الموضوع ده في الريفت مش موجود تماما. هو عنصر ليه مجموعة من البارامترز، حضرتك تقدر تأيفها او تظبطها زي ما انت عايز، مش زي البلوك، ولكن هو بنفس الكونسبت تقريبا، مشابه للبلوك في الاوتوكاد. يعني حضرتك وانت لو عايز ترسم مثلا عمود، بتختار التول الخاصة بالعمود في الريفت، بيبقى جوه التول دي مجموعة من الفاميليز، مجموعة من قطاعات الأعمدة، كل قطاع ليه مجموعة من الأنواع، يبقى كل قطاع ده هو ده الفاميلي، وكذلك الكاميرا وكذلك السقف وكذلك القواعد وكذلك أي شيء هو في النهاية هيوصلك لإنك تستخدم فاميلي معينة للعنصر اللي حضرتك عايز ترسمه. خلينا نفتح اي تمبلت كده نوضح عليه برضو الموضوع. هنفتح تمبلت خاص بالبروجكت، ثم فيما بعد هنفتح تمبلت خاص بالفاميلي. خلينا نستخدم الستراكشرال اناليسيس ديفولت متريك اب. يعني مثلا حضرتك عايز ترسم عمود، فهنيجي كده نقول له والله احنا عايزين نرسم حاليا عمود. هيبدأ القائمة الخاصة بالبروبرتيز تتغير شوية، ويبدأ يظهر فيها الفاميليز الخاصة بالكولومز في الريفت. عندي هنا مجموعة من الفاميليز، وكل فاميلي بداخلها طيب أو أكتر. يعني عندي حاجة اسمها M underscore concrete rectangular column، ده الفاميلي نيم. يبقى أنا عندي الفاميلي نيم هو ال M concrete rectangular column، ويندرج تحت الفاميلي نيم او الفاميلي اللي اسمها ام كونكريت ريكتانجولار كولوم ثلاث انواع. نوع هو 300 في 450، ونوع 450 في 600، ونوع هو 600 في 750. يبقى انا كده عندي فاميلي نيم بيندرج تحتيها فاميلي تايبس، وكذلك عندي نوع تاني من الفاميلي اسمه يو سي يونيفرسال كولوم، وبيندرج تحتيه أربع أنواع من الفاميلي الخاصة باليو سي يونيفرسال كولومز. كمان نقدر نقول إن الفاميليز عندي ليها كده يعني كاتيجوريز مختلفة. عندي حاجة اسمها سيستم فاميلي. سيستم فاميلي باختصار هو الفاميلي الموجودة بشكل ديفولت في البرنامج. حضرتك مش بتقدر تعمل فاميلي او مش بتقدر تعمل عليها edit وتعمل لها سيف از فاميلي في اي مكان وتستخدمها في اي مشروع فيما بعد. لا، حضرتك اقصى ما هتقدر تعمله مع السيستم فاميلي انك تقدر تعمل فقط دوبليكيت عشان تعمل
تايب جديد من الفاميلي. سيستم فاميلي يعني زي ايه؟ زي الوولز، فلورز، الروفز، الفوتنجز، الستيرز، الرامبس، السلابس. ممكن نوضح كده الكلام ده لو اخترنا اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا دلوقتي انها سيستم فاميلي، وليكن الفلور. حضرتك هنا مش هتلاقي الايكون المختصة باللود فاميلي زي ما انت متعود في الفاميليز اللي تقدر تعمل لها لود. هنا اقصى شيء ان انا ممكن اخش على الايديت تايب، وممكن ابدا اعمل دوبليكيت للفاميلي وابدا اغير في البارامترز الخاصه بيها علشان اقيفها او اظبطها زي ما انا عايز، ولكني مش هقدر اعمل لود للفاميلي من خارج البروجكت اللي انا فيه. وزي ما حضرتك شايف مكتوب جنب الفاميلي انها سيستم فاميلي. واخيرا بما اننا قلنا في الامثله على السيستم فاميلي ان الفوتنجز هي من السيستم فاميلي، فاحب اوضح ان الايزوليتد فوتنج هي لودابل فاميلي على عكس باقي الفاونديشن. زي الوول فهي سيستم فاميلي، وكمان السلاب فاونديشن بالتاكيد هي سيستم فاميلي. ده كان موضوع السيستم فاميلي او الكاتيجوري الاولى من الفاميليز بشكل مبسط. بعد كده هتلاقي عندك حاجه اسمها الهوستد او اللودابل فاميلي. الهوستد او اللودابل فاميلي هو الفاميلي اللي حضرتك بتقدر تعمل لها كرييت وتعمل لها سيف خارج الموديل وتستخدمها او تعمل لها لود في اي بروجكت تاني حضرتك شغال عليه. الهوستد او اللودابل فاميلي زي ايه؟ زي الفريمنج، زي الكولومز، زي الدورز، زي الويندوز، زي التراسز. لو دخلنا كده على الفريمنج او البيمز هتلاقي ان في حاجة اسمها لود فاميلي. تقدر تعمل لود لاي فاميلي، وكمان تقدر تبني اصلا فاميلي من جديد زي ما انت عايز، تعمل لها سيف ثم تعمل لود للفاميلي. يعني ممكن تستخدم فاميلي من الموجودة في الريفت بشكل ديفولت، او تقدر تبني فاميلي زي ما حضرتك عايز بكل بساطة. وبرضو اقدر او احب اوضح ان بالنسبة لي الفاميليز بتكون موجودة في المكتبة الخاصة بالريفت، واللي بيكون مسارها بكل بساطة حضرتك هتدخل على اللوكال ديسك سي ثم البروجرام داتا اللي طبعا بيكون فايل هيدن، فلازم تكون عامل فيو للهيدن فايلز عشان تقدر تشوفه بكل بساطة. ثم بعد كده هتخش على اوتوديسك ثم RVT 2019 او اي فيرجن حضرتك بتستخدمه، طبعا مش هيكون جنبه 2019. ثم اللايبراريز ثم ايجيبت. ثم هنا هتبدأ بقى تلاقي كل الفاميليز الخاصة بالريفت الموجود عندك او في المكتبة الخاصة بالريفت الموجود عندك. مثلا احنا بما اننا في البيمز او في الفريمنج فنقدر نخش على الفولدر الخاص بالستراكشر فريمنج. هتلاقي مجموعة من الفاميليز متعلقة بالكونكريت، لايت جوج ستيل، بريكاست كونكريت، ستيل وود. خلينا مثلا نستخدم وليكن الكونكريت. هتلاقي الام كونكريت ريكتانجلر بيم ودي اصلا اللي موجودة. وكمان هتلاقي ام بان جويست ويز ليجز، وكمان هتلاقي ام بان جويست. مجموعة كده مختلفة من الفاميليز الخاصة بالبيمز زي ما حضرتك شايف كده في البريفيو بشكل مبسط. وزي ما قلت تقدر تبني فاميلي زي طبعا ما احنا وضحنا قبل كده ازاي تقدر تعمل فاميلي، ولكن احنا كنا بنتكلم عن الفاميلي اديتنج او كرييتنج الفاميلي بشكل مفصل، ولكن برضو لسه ما انتهيناش منه. هنبدأ بقى نتكلم فيما بعد ان شاء الله عن نقطة نقطة في النقط الموجودة في البانل الخاصة بالفاميلي اديتور او الفاميلي كرييتنج. كده يعتبر انتهينا من الهوستد او اللودابل فاميلي.
يتبقى معانا النوع الخاص بالإمبليس فاميلي، وهو نقدر نقول عنه ببساطة ان هو بالظبط الهوستد او اللودابل فاميلي، ولكن الفرق انك لما بتيجي تعمل اديت عليه بتعمل اديت على المشروع بشكل مباشر، مش بتروح للفاميلي اديتور. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا كده نقول ان احنا عايزين نعمل بيم، ثم نختار اي قطاع وليكن قطاع خرسانة ونرسم كده بيم بشكل مبسط، ونختار الانستنس او البيم اللي احنا رسمناها ونقول له عايزين نعمل edit للفاميلي. هتلاقي حضرتك ان انا خرجت من المشروع بتاعي تماما وفتح معايا فيو جديدة خاصة بالفاميلي اديتور. اقدر هنا اعدل على الفاميلي زي ما انا عايز، ثم اقول له load to project عشان ارجع تاني للمشروع بتاعي. ده لو انا بعمل فاميلي كهوستد فاميلي او لودابل فاميلي بشكل طبيعي. ولكن الان بليس فاميلي بقدر انفذ بيها الفاميلي بشكل مباشر على المشروع بتاعي. واصلا الغرض من الان بليس فاميلي ان انا بعمل فاميلي بابعاد انا مش عارفها في شكل معين موجود في المشروع بتاعي، فمحتاج انفذ الفاميلي بشكل دايركت في مكانها في المشروع بتاعي. وطبعا الان بليس فاميلي مش بتقدر تسيبها لوحدها ومش بتقدر تستخدمها في مشروع تاني، بتستخدمها فقط في المشروع اللي انت شغال عليه لانك اصلا رسمتها بشكل مباشر في المشروع اللي انت شغال عليه. بقدر اوصل للان بليس فاميلي عن طريق structure ثم component ثم model in place، وبتختار الكاتيجوري اللي انت عايز تعملها. وليكن مثلا خلينا نستخدم الستراكشر فريمنج ونقول له اوبن او اوكي، ثم نختار اسم الفاميلي اللي احنا عايزينها. هيبدأ يشتغل معاك بالادوات الخاصة بانك تعمل فاميلي ولكن جوه المشروع بتاعك، ما خرجش بره المشروع، فتقدر تنفذ كل حاجة في الفاميلي بشكل مباشر في مكانها في المشروع اللي حضرتك شغال عليه. خلينا نروح التمبلت الخاص بالفاميلي، او احنا دلوقتي عايزين نبدأ نعمل فاميلي جديدة ونبدأ كده نشوف نقدر نعمل الكلام ده ازاي. هنيجي من فايل نقول له احنا هنعمل نيو ثم فاميلي. هنا بيبدأ يخش على الفاميلي تمبلتس عشان تختار تمبلت زي بالظبط التمبلت الخاص بالبروجكت اللي انت استخدمته. انا حاليا كنت مستخدم الستراكشر اناليسيس ديفولت متريك اب. برضو عشان تبدأ تعمل فاميلي محتاج تستخدم تمبلت. المسار بتاع الفاميلي تمبلتس نفس المسار من بروجرام داتا ثم اوتوديسك ثم ار في تي 2019، ثم هتبدأ تخش على الفولدر الخاص بالفاميلي تمبلتس، ثم هتستخدم الفولدر اللي متسمي كانجلش. تبدأ هنا بقى ايه، تلاقي كل الفاميليز او الفاميلي تمبلتس اللي حضرتك ينفع تستخدمها، سواء كان الفاميلي اللي انت عايز تعملها 2D او 3D. خلينا كده نفتح جينيريك موديل عشان نبدأ نعرف كده اللي احنا عايزين نقوله. هنستخدم المتريك جينيريك موديل، يعني موديل او تمبلت عام تقدر تنفذ جواه اي فاميلي حضرتك عايزها، مش مخصص لفاميلي معينة. يعني مثلا عندك هنا متريك ستراكشر فريمنج، عندك متريك ستراكشر فاونديشن، عندك متريك ستراكشر كولوم، وهكذا. انا هستخدم المتريك جينيريك موديل عشان نبدأ كده نوضح فيه بعض النقاط. كده انا معايا مشروع بتمرت فاضي تماما، وعندي المتريك جينيريك موديل الخاص بالفاميلي. زي ما حضرتك شايف ده شكل الفاميلي اديتنج او التمبلت الخاص بالفاميلي. هنا الادوات اللي حضرتك تقدر تعمل بيها كرييت للفاميلي. هنا عندك في البروجكت براوزرز المجموعه الخاصه بالفيوز، وعندك هنا القائمه بتاعه البروبرتيز بشكل عادي، وعندك تو ريفرنس بلانز موجودين بشكل مباشر. وطبعا لو حضرتك واخد بالك معمول لهم بن ومش هتقدر تعمل لهم ديليت
وكمان واخدين اسم، لو حضرتك لو اخترت اي ريفرنس بلان من اللي موجودين بشكل ديفولت في التمبلت اللي انا استخدمته حاليا اللي هو المتريك جينيريك موديل، هتلاقي ان الريفرنس بلان الافقي متسمي انه سنتر وفرونت باك، وكمان في الديفاينز اوريجين متعلم على التشيك مارك. يعني ايه؟ يعني النقطة دي مع او تقاطع النقطة دي او تقاطع الريفرنس بلان مع الريفرنس بلان في النقطة دي هو ده الاوريجين الخاص بالفاميلي اللي حضرتك بتعملها. دي الانسيرشن بوينت الخاصة بالفاميلي اللي حضرتك بتنفذها. عشان تقدر تبني فاميلي بشكل دقيق وبدون اي مشاكل، في بعض الحاجات اللي لازم حضرتك تنفذها بشكل دقيق ومش هينفع نستغنى عن اي حاجة فيها. ايه هي الحاجات دي؟ ببساطة عندي الريفرنس بلانز، والريفرنس بلانز هو يعني نقدر نقول ان هو اهم شيء في الفاميلي وانت بتعملها، هو الشيء اللي بيحزم، هو العمود الفقري للفاميلي اللي حضرتك بتنفذها، وما ينفعش تماما انك تستغنى عنها، عشان عليها هتبني الدايمنشنز، والدايمنشنز هي اللي بتخلي الفاميلي تكون متسقة تماما. في حالة انك كبرتها او صغرتها يكون التكبير والتصغير عملية منتظمة ما يبقاش فيها مشاكل. وبعد كده هتدي الدايمنشنز دي مجموعة من الليبلز او البارامترز عشان تخلي الفاميلي مش مجرد شكل 3D، لا، عشان تخلي الفاميلي شيء فليكسيبل تقدر تغير فيه كل حاجة عن طريق انك تدي لكل عنصر داخل الفاميلي بارامتر. فبالتالي يبدأ الموضوع معاك يبقى فيه فليكسيبيليتي، ما يبقاش عبارة عن صورة فقط او فاميلي ليها حجم يعني وابعاد واحده تاخدها تحطها في المكان ما تقدرش تعدل فيها تماما. ده اللي هيحصل لو ما عملتش الثلاث حاجات اللي انا قلت لحضرتك عليهم، اللي هم الريفرنس بلان ثم الدايمنشنز ثم الليبلز او البارامترز. طيب احنا قلنا ان في بعض الاشياء المهمه جدا اللي لازم نعملها بدقه علشان تبدا الفاميلي تكون معاك مظبوطه وما فيهاش مشكله، وهم الريفرنس بلانز ثم الدايمنشن ثم الليبلز او البارامترز. اقدر ازاي اعمل الريفرنس بلانز بتاعتي بشكل مباشر؟ طبعا دول السترونج ريفرنس بلانز، الانسيرشن بوينت بتوعي، الريفرنس بلانز الاساسيين في التمبلت بتاعي. خلي بالك هنا عندي ريفرنس بلان وهنا ريفرنس بلان افقي وراسي فقط. لو حضرتك فتحت اي تمبلت تاني غير الستراكشرال متريك جينيريك تمبلت هتلاقي او ربما تلاقي شكل مختلف من السترونج او المين ريفرنس بلانز، وكمان ممكن تلاقي بعض الدايمنشنز. انا هنا مستخدم الجينيريك موديل عشان كده مفيش غير خط افقي وخط رأسي فقط كريفرنس بلان. لو حضرتك فتحت اي تمبلت تاني ممكن تلاقي شكل مختلف، ولكن في النهاية مش هيفرق معايا. انا حاليا بشرح على الجينيريك موديل، وكده كده هنستخدم كل التمبلتس ان شاء الله وهنوضح فيها كل شيء. مبدئيا انا لازم ابدا ادي حدود للرسمه اللي انا هرسمها. خليني كده افترض اللي انا عايز اعمل عمود او عايز اعمل قاعده ايزوليتد، فانا محتاج كده ابعاد للعنصر اللي انا عايز ارسمه. هنا انا برسم في البلان فهرسم ك 2 دي، ثم بعد كده هروح للإليفيجن وادي الريفرنس بلان اللي هيخلي لي الرسمه تبقى 3 دي او ليها سيكنس. فانا ممكن ببساطه كده اجي من كرييت، في هنا قدامي الريفرنس بلان، وممكن اختصر الموضوع عن طريق الاختصار ار بي بكل بساطه. هيبدا يرسم معاك او هيبدا يتحول البانل الخاصه بالموديفاي في الدرو هنا، يا اما ترسم عن طريق انك ترسم لاين هترسم نقطتين، او عن طريق البيك لاين بكل بساطة. خليني كده ارسم عن طريق اللاين مفيش مشكلة، واخد اي مسافة برضو حاليا مش هتفرق معايا. اخد كده واحد افقي ثم هاخد واحد رأسي، ثم هبدأ اعمل ميرور للريفرنس بلان الافقي والرأسي. ليه هعمل ميرور؟ عشان انا لما اجي اعمل الدايمنشن بحتاج ان انا اعمل equal
dimension، فيبقى الموضوع بالنسبة لي كده ايه ابسط، ويبقى انا اصلا كده كده رسمه كايكوال، فما يبقاش فيه مشاكل. هختار الريفرنس بلان اللي انا رسمته الرئيسي، وخلي بالك هنا الريفرنس بلان اللي انت رسمته بيتعرف اوتوماتيك كويك ريفرنس، وطبعا هو مش ديفاينز الاوريجين، لانك كده كده خلاص متعرف الاوريجين بتاعك. كويك ريفرنس يعني حضرتك تقدر تمسحه بكل بساطه، مفيش فيه اي مشكله. هعمل هنا ميرور عن طريق البيك اكسس، وهقول له هو ده الاكس اللي انا عايز اعمل عليه ميرور، واكرر نفس العمليه في الريفرنس بلان الافقي بالشكل ده. انا كده عندي 4 ريفرنس بلانز، هرسم على حدودهم العنصر بتاعي عن طريق بقى اي حاجة من حاجات الرسم الخاصة بالفاميلي، سواء كان بقى اكستروجن بلند او اي شيء كان، وطبعا هنتكلم عن كل الكلام ده بكل تأكيد. انا كده خلصت الريفرنس بلانز اللي في ال 2 دي. هروح لاي اليفيجن وليكن الفرونت، هلاقي عندي reference level. هنا محتاج reference plan يديني الثيكنس الخاص بالفاميلي بتاعتي، فهبدأ اقول له ار بي بشكل طبيعي، وهقول له كده ارسم لي reference plan هنا بالشكل ده، عشان لما ابدأ اعرف الرسم بتاعي هدي هنا dimension للثيكنس الخاص بالفاميلي. جاست ان انا خلصت الريفرنس بلانز بتاعتي، هبدأ اشتغل على الدايمنشن، وهقول له دي اي، وهقول له خد لي دايمنشن من هنا لهنا لهنا، وخلي لي الموضوع يبقى ايكوال. ليه يبقى ايكوال؟ عشان انا هدي دايمنشن من هنا لهنا، ولما اجي اغير الدايمنشن بتاعي، انا دلوقتي بعمل فاميلي، بعد كده هعمل تايبس متعددة من الفاميلي، كل تايبس هيبقى ليها ويدث ولينث مختلفتين، فلما اجي اغير في الدايمنشن ده يفضل العنصر محافظ على السيمترية بتاعته، يتقسم التغيير على الجزئين شمال ويمين من السنتر، فيبدأ الموضوع يفضل سيمتري زي ما هو موجود. هعمل نفس الكلام في الاتجاه التاني، اقول له خلي لي الموضوع ده يبقى equal، ثم هاخد dimension بالشكل ده، وهروح كمان ل اي elevation عندي، وهقول له دي اي من الريفرنس بلان ده للريفرنس بلان ده، عشان يبقى ده هو الثيكنس بتاعي. احنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنتكلم عن خطوات رسم او خطوات كرييت الفاميلي بشكل دقيق ومبسط في نفس الوقت زي ما حضرتك شايف. وبكده انا انتهيت من الريفرنس بلانز، ثم انتهيت من الدايمنشن. نيجي لنقطة من النقط الرئيسية، وهي ان انا هعمل بارامترز او ليبلز للدايمنشن اللي انا عملتها. نقدر نعمل كده ازاي؟ بكل بساطة هنختار الدايمنشن اللي انا عملته في الاتجاه الافقي، جاست ان انا عملت سيلكت عليه، هيبدأ هنا يظهر لي حاجة اسمها ليبل دايمنشن. لو دخلت جواها مش هلاقي حاجة. ليه هنا مش هلاقي حاجة؟ لان انا شغال على الجينيريك تمبلت. لو حضرتك مستخدم تمبلت تاني من التمبلتس الخاصة بالفاميلي تمبلتس، هنا هتلاقي بعض الحاجات. مثلا لو انت فاتح تمبلت خاص بالفاونديشن، ممكن تلاقي اللينس والويدث والثيكنس معمول لهم ليبل، انت بس هتختاره. انما احنا هنا شغالين على الجينيريك، فهنبدأ نعمل بارامتر، هنكرييت بارامتر. وطبعا الموضوع بسيط، انا حاليا شغال في الفاميلي، فبعمل فاميلي بارامتر بكل تأكيد. فاميلي بارامترز اللي هي بتكون متعلقة بالانستنس والتايب الخاص بالفاميلي اللي انا عملته، مش الشيرد بارامتر. وبرضو احب اوضح ان احنا وضحنا الفاميلي بارامتر والشيرد بارامتر في فيديو موجود على البلاي ليست الخاصة بالجينيريك تيبس في الريفت. بكل بساطة انا هنا هسمي البارامتر كويتس وليكن حرف الدبليو فقط. هنا عندي اختيارين، هل انت حضرتك عايز البارامتر يكون كتايب ولا كانستنس؟ والفرق ببساطة كتايب يعني لما حضرتك تغير في البارامتر، هيغير كل العناصر المرسومة بداخل نفس التايب في البروجكت بتاعك. ولكن لو حضرتك استخدمت الانستنس، حضرتك لما تغير في البارامتر مش هيتغير غير العنصر اللي حضرتك عامل له سيلكت فقط
داخل البروجكت بتاعك. فطبعا انا هشتغل كتايب بارامتر، والجروب بارامتر اندر. حضرتك عايز البارامتر اللي انت رسمته يظهر فين؟ حضرتك طبعا هتسيبه دايمنشن زي ما انت عايز، او ممكن تخليه يظهر في اي مكان تاني من الاماكن اللي حضرتك شايفها. ثم بعد كده هتلاقي حاجه اسمها edit tooltip، وده كده اختصار ل او تعريف بالبارامتر اللي حضرتك عملته. يعني انا مثلا كاتب هنا مسمي البارامتر ويد دبليو، وممكن ممكن كده اوضح اقول ان ده هو الويدث اوف ذا فاميلي، واقول له اوكي ثم اوكي. وهكرر نفس. طبعا حضرتك خدت بالك ان الدايمنشن خد جنبه اسم البارامتر اللي انا كتبته وهو W، وقال لك ان الW بتساوي 2800. نفس الكلام هعمله في العنصر الرأسي. ولو حضرتك دلوقتي فتحت الليبل هتلاقي البارامتر اللي انت عملته موجود اللي هو الويدث. هنعمل كرييت لبارامتر جديد ونسميه وليكن ال او اللينث، وهنسيب كل حاجة زي ما هي. ممكن نعمل edit للتول تيب ونقول له ان ده اللينث of the family، وهقول له انا عايز برضو يظهر عادي في الدايمنشن، مفيش مشكلة، وهقول له اوكي. ثم بعد كده هروح لاي elevation وليكن الفرونت، وهاجي لي الثيكنس هقول له والله انا دلوقتي عايز ادي بارامتر للثيكنس، فهقول له هنا تي اتش، وهقول له هنا في التول تيب ان ده هو الثيكنس اوف ذا فاميلي. هقول له اوكي ثم اوكي. كده انا خلصت الموضوع الخاص بالبارامترز. لو حضرتك جيت كده هنا هتلاقي حاجه اسمها الفاميلي تايبس، هتلاقي البارامترز اللي حضرتك عملتها موجوده ال، ولو حضرتك وقفت عليها هيظهر معاك التول تيب اللي انت كتبتها وهي اللينس اوف فاميلي، ثم التي اتش برضه هيظهر معاك التول تيب، وكذلك الدبليو. حضرتك طبعا تقدر تخلي ترتيبهم مختلف زي ما انت عايز، وكمان تقدر تمسح، وكمان تقدر تعمل بارامتر جديد من هنا، مفيش اي مشاكل. وطبعا تقدر تعمل كمان تايب جديد من التايبس الخاصة بالفاميلي اللي انت بترسمها. طبعا كل ده هنتكلم عنه برضو بكل تفصيل. كده نقدر نقول ان احنا انتهينا من الخيوط الرئيسية عشان تبدأ تبني فاميلي جديدة. نقدر كمان نكتفي بهذا القدر في الفيديو ده علشان مدة الفيديو ما تطولش مننا اكتر من كده، ولكن موضوع الفاميليز ما انتهاش، مكملين فيه لمجموعة فيديوهات قادمة ان شاء الله. بتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم.